هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ شايفين الجمال دوت؟ يلا بينا نعمل مع بعض البسبوسه. بصوا بقى، هقول لكم التكات بتاعتي واقول لكم المكونات السريه اللي بحطها. هتطلع معاكي حلوه جدا. هنعمل مع بعض البسبوسه بطريقه سهله قوي. انا عايزه كمان اقطعها واوريها لكم كده من جوه شكلها ايه يا جماعه. شايفين يا جماعه شكلها اساسا؟ شايفين لونها؟ تطلع معاكي حلوه جدا جدا جدا. هعمل معاكم البسبوسه. بصوا اقول لكم كل التكات بتاعتي اللي هتخلي شكلها ولونها وطعمها زي الجاهز بالظبط. يلا بينا نعملها كده بطريقه سهله جدا وبسيطه. يلا بينا. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده شربات البسبوسه. عندي انا حاطه ايه في الحله ديت؟ حاطه كوبايتين الا ربع سكر، كوبايتين الا ربع دوت. هيطلع معاكي البسبوسه طعمها مظبوط، سكرها حلو على الكميه اللي انا هعملها. يبقى انا عندي كوبايتين الا ربع سكر، عليهم كوبايه ونص ميه، عليهم نص ليمونه معصوره. كل ده على البارد يا جماعه. هحطهم على النار. اول ما يبتدوا يغلي ههدي النار، يغلي 3 4 دقايق كده واطفي. ضروري شربات البسبوسه بيبقى سخن، يعني وانا لازم اسقيه في البسبوسه هو يبقى سخن والبسبوسه بتاعتي تبقى سخنه. دوت سر من نجاح البسبوسه بتاعتي. تاني حاجه، التركه اللي بحب اعملها في الشربات ايه بتاع البسبوسه بالزيت، قبل ما اطفي النار بحط عليه معلقه زبده كبيره. بس كده. كمان يا جماعه شربات البسبوسه ما بيبقاش تقيل ولا بيبقى خفيف ميه، بيبقى وسط يعني، بس برضو القوام بتاعه مش تقيل، يعتبر خفيف بس مش خفيف قوي ميه، ما بيبقاش تقيل. هي دي كل التركات بتاعتي في الشربات. هحطه بقى على النار ونبتدي نعمل مع بعض تاني حاجه. عندي بقى مقادير البسبوسه بتاعتي تاني حاجه كده، يلا بينا نعملها مع بعض. عندي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوبايتين دقيق بسبوسه من عند العطار يا جماعه، السميد بتاع البسبوسه بدون اي اضافات، كوبايتين اتنين. وعندي 3 معالق كبيره سمنه بقى بلدي يفضل عشان يبقى التيست بتاع البسبوسه بتاعك حلو. 3 معالق يا جماعه سمنه بس، هيخليكي تحسي ان البسبوسه غرقانه في الزبده. وعندي كوبايه الا ربع لبن ونص كوبايه سكر. ضروري معيار الكوبايه يبقى للكل، كوبايه واحده عاير بيها كل حاجه. وعندي معلقه صغيره كده بيكنج باودر. وعندي معلقه كبيره عسل نحل. العسل النحل ده اختياري، بس انا بالنسبه لي بيفرق قوي في تيست البسبوسه بتاعتي، بيخلي طعمها كده زي بتاع الشارع. وعندي بقى المكون الاساسي السر بتاع البسبوسه بتاعتي ايه؟ معلقتين كبار لبن بودره، مديهم تحميصه كده على نار هاديه على النار لحد ما وصلوا معايا اللون البسكوت كده. بصوا بيفرق قوي 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 في طعم البسبوسه بتاعتي، بيديها لون غني جدا، بيديها طعم مميز جدا زي بالظبط بتاعه المحلات واحلى كمان. عندي بقى المكسرات اختياري. المكسرات دي بقى يا جماعه اختياري، انتي وذوقك زي ما تحبي. ما عندكيش مكسرات ما تأزميش الدنيا، يعني مش فارقه كتير. ده للتزيين وكل واحد بيزين على قد مقدرته على قد الموجود عنده يا جماعه. يلا بينا كده نبتدي نعمل مع بعض خطوه خطوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي ان انا بقى اخلط المكونات دي مع بعض كويس جدا. بسم الله. هعمل بقى ايه دلوقتي؟ السمنه بتاعتي اهي يا جماعه، هضيف عليها معلقه العسل النحل. ضفت بقى عليها معلقه العسل النحل بتاعتي اهو، هدخلها بقى الميكرويف. عايزاها تبقى سايحه خالص. الزبده بتاعتي بقى خلاص ساحت مع العسل اهو. هبتدي ان انا انزل بيها على البسبوسه بتاعتي. بسم الله. وهبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ هقلب الزبده كويس في البسبوسه لحد اما احس ان الحبيبات بتاعت البسبوسه كلها شربت الزبده معايا. شايفين يا جماعه؟ زي ما قلت لكم اهو، فضلت ان انا اقلب فيها كويس. شايفين اللون؟ شربت البسبوسه بتاعتي كميه الزبده كلها، وتاكدت ان البسبوسه كلها شربتها، مش حته وحته لا. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بسخن اللبن بتاعي كده في الميكرويف. ضروري يبقى اللبن بتاعي يكون دافي، لا عايزاه سخن ولا عايزاه بارد، انا عايزاه يبقى دافي. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هنزل باللبن كده بتاعي بسم الله على كميه البسبوسه بتاعتي. جماعه انا الخطوه دي مش عايزه عجن خالص، مجرد بس ان البسبوسه بتاعتي تندمج في اللبن، مش عايزه اكتر من كده، مش عايزه عجن. خلاص كده زي ما قلت لكم اتعجنت في اللبن حلو قوي. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ جبت كده الصينيه بتاعتي دهنتها زبده بسيط، وهبتدي ان انا انزل بالبسبوسه في الصينيه بتاعتي اهو يا جماعه. فردت البسبوسه بتاعتي كده في الصينيه. الصينيه ديت يا جماعه الحجم اللي هو الوسط، الثلاث صواني بتوع البيتزا دي الصينيه الوسط اللي في النص، لا الكبيره ولا الصغيره. المقاس دوت هو دوت المقاس بتاع المقادير بتاعه البسبوسه بتاعتي. هبتدي ان انا اوزع كده كميه المكسرات. ومن وانا ببتدي اساسا اعمل في البسبوسه بتاعتي، انا مشغله الفرن بتاعي، لازم انا ادخلها في فرن سخن جدا.
شايفين يا جماعه الجمال اهو، انا قسمت النودز كلها اتنين كده ورصيتها على البسبوسه بتاعتي. هبتدي ان انا دلوقتي ادخلها الفرن على درجه حراره عاليه، هسيبها كده ربع ساعه، هرجع ابص عليها. اما الاقي ان الطروف دي كده ابتدت انها تحمر، هفتح عليها الشوايه من فوق، هسويها كده وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه الشربات اتعمل وبقى تمام. هبتدي بقى ان انا احط معلقه الزبده بتاعتي. اول ما تبتدي تسيح هطفي النار عليه كده خلاص. وخلاص البسبوسه كده بتاعتي اساسا خلاص ابتدت تتعمل. يلا بقى نشوفها كده في الفرن. شايفين يا جماعه ادي البسبوسه بتاعتي اهي بعد ما خرجت من الفرن. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ بسم الله. هنزل بقى الشربات سخن كده جدا عليها. بسم الله. لحد من نجاح البسبوسه انها تشرب الشربات بتاعي يا جماعه. بسم الله بسم الله. وزعه كده كله. بسم الله. اهي يا جماعه خطيره. انا سقيتها كميه الشربات بتاعي كله، شايفين شربته كده البسبوسه ناجحه معاكي. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ هجيب اهي يا جماعه البسبوسه بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن. شايفين رهيبه. عملت معاكم النهارده البسبوسه بطريقه حلوه جدا وسهله، وتحديكي هيطلع طعمها مميز جدا. عايزه اقول لكم انا في عيد ميلاد ابني كنت عاملاها ومقطعاها كده، وحاطه كل حته على ورق الكب كيك. صدقوني ما حد صدق اساسا ان انا عاملاها في البيت. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو انتوا اول مره تتفرجوا على فيديو من فيديوهاتي، ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.